البرسيم الحجازي ينفع من اول زرعه؟ اه. الله. انت قلت قبل كده لا، ايه وايه لا؟ انت لخبطتنا. لا، ما كانش ينفع غمر من اول زرعه لان الارض بتعلى وايه وتوطى. اول ما ينزل عليها الميه الارض بتعلى وتوطى. طب جالنا النهارده بقى الفلاته. الفلاته ديت ري حديث نزل، واحنا لازم ناخد يا جماعه باليات الري الحديث او اليات الزراعه الحديثه من اي نوع من الانواع، في التسميد، في كيفيه ري الارض، في زراعه الارض، في بيع المحصول حتى بتاعك. بقى في حداثه النهارده في بيع المحصول. الفلاته ديت هتخلي البرسيم ينفع. هي تبقى الارض اللي ما بتنفعش ولا الري اللي ما بينفعش؟ لا، الارض 10/10 طالما غسلتها وطالما عملتها المعامله الاوليه عشان تبقى مصنع دائم للنبات. المشكله كلها كانت في ان الارض بتعلى وتطفى، بتعلى وتوطى. طب الفلاته هيعمل ايه؟ الفلاته ده على وش الارض. الارض عليت اهو بيطلع معاها ال 30 سم، الارض وطيت اهو بينزل معاها الايه؟ ال 30 سم. فكده هنطلع بحصيله بتقول ان البرسيم الحجازي ينفع من اول زرعه، ولكن له معاملات خاصه للبرسيم تغرق الارض ميه. ما تقولش بقى هو رش والبرسيم كده يعني ميه، لا، هتغرق الارض ميه جامد عشان الميه تنزل لساق البرسيم، لان البرسيم ساقه بيوصل لحد متر، وقال اهل العلم بيوصل لمتر وربع كمان. لو واحد بقى من اللي بيهتم بارضه اكيد هيوصل متر ونص. ففي الحاله ديت لازم نغرق الارض ميه. ولكن الحصيله من ورا الفلاته هيخلي الميه اول الارض زي اخرها في اسرع وقت، هيوفر عليك نص الوقت. يعني لو الفدان كان هياخد منك حتى لو الارض مستويه ما بتعلاش وتوطى، لو كان هياخد منك مثلا ساعه بري الفلاته هتاخد بالورقه والقلم 25 دقيقه، وهو نفس الري يوصل لكل الارض. ليه بقى النظريه دي بتيجي ازاي؟ كلامك برضو ممكن يكون في شيء مش من الاقناع. لا، هي الارض عامله كده والمحبس هنا. انت المحبس حط هنا، التلت الاولاني مثلا خد نص ساعه شرب، خلاص كده شبع. طب الميه عشان نروي التلت اللي بعد منه، ما الارض كده كلها حته واحده، الميه بتمشي على الاولاني، طب ما هو شبع بيشبع اكتر. التلت التاني واخد بالك بياخد ميته وزياده شويه، لان اللي وراه لسه ما شربش. لما اللي وراه يجي يشرب هو ده اللي هياخد ميته بالظبط. فالنهارده الفلاته بتبقى الارض عامله كده، والخرطوم بيبقى ماشي على دماغ الارض. فالبرسيم الحجازي ينفع في اول زرعه لو انت عايز بيتك يبقى في قلب غيطك. في مشروع الفرافره الوادي الجديد عايز تزرع برسيم حجازي، عايز تزرع اي زرعه تقليديه تنفع على الري الحديث الرش، اتواصل معانا على 0100 879 1285. باشمهندس اتفضل. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت معانا النهارده مش عايز تظهر وعادي، دي حريه شخصيه. ايه رايك في البلد؟ لا والله ما شاء الله، شفنا فيها مجمعات ومجتمعات عمرانيه ما شاء الله ناشئه، وحتى في قديم كمان الواحد شافه يعني، وده شيء طيب جدا ومشجع لاي واحد مقبل على الاستثمار الزراعي في الفرافره. المشاريع بتاعتنا القديمه شفت الناس اللي ساكنه وقاعده وواكله وشاربه وده كان واقع الحقيقه. يمكن زرنا احد المشاريع وشفنا يعني اسر كامله متواجده وبصفه مستمره وبتراعي ارضها، وده شيء اعتقد ان هو ده شيء كويس جدا ان هو يكون يعني مراعاه للاستثمار بتاع الشخص نفسه يعني. طيب يعني انت تعاقدت معانا قبل ما تيجي ولسه اول معاينه ديت، تمام، بما يرضي الانطباع بتاع البلد هو اللي كان في دماغك ولا زاد رساخه؟ لا بالتاكيد الزياره الميدانيه والاطلاع على الواقع والطبيعه بيكون اكتر يعني مشجع وحافز اكتر للتواجد في المنطقه. ربنا يبارك فيك. باشمهندس عبد الرحمن، ازاي حضرتك؟ انا حادث سنه كده اهو ورا الباشمهندس برضه. ده مش ما تيجي تتصور معايا، انت مش لازم الحاج. تعال عادي عادي. باشمهندس عبد الرحمن ابن الباشمهندس مجدي، ربنا يبارك فيك. ايه رايك؟ انت جيت مره قبل كده. الانطباع، ريح المكان بيتغير من مره لاخرى؟ من مره، كل مره يعني تحس ان في تطور. يعني وفي شغل برضو. في شغل بيتم في الارض. تمام. الحته بتاعتك الجديده عندك تصور كراجل مثقف مؤهلات عليا ان هي بعد سنه بعد اتنين بعد تلاته تبقى زي الاماكن القديمه دي؟ لا، هي هتبقى يعني ممكن عشان شغاله بطريقه حديثه. ايوه. فايه هيكون في تقدم عشان العمق البير. تمام. والشغل برضو الطاقه الشمسيه كبيره. يبقى انت كده مركز معانا ما شاء الله عليك. يبقى هو برضو سمع كلامنا القديم، عرف ان احنا طورنا نفسنا في الفي اي بي الجديد
بيتك في غيطك. البير 750 متر، الطاقه 150 كيلو، وفي ابار وصلناها 175 كيلو. الفي اي بي حتى نظام التصليح بتاعنا كل واحد لازم تقع على السكه العمومي، وكل واحد يبقى ليه عرض على السكه العمومي عشان يبني ويبقى بيته على دماغ الارض. ربنا يبارك فيك يا باشمهندس، شرفتونا نورتونا. ربنا يجعلنا عند حسن ظنكم وحسن ظن الجميع. اللي عايز يحجز معانا في مشروع بيتك في غيطك، تبني على دماغ الارض، تزرع جميع الزراعات التقليديه، يبقى بهايمك وطيورك وحالك ومالك واولادك زي الناس اللي احنا شفناها واللي احنا صورناها. ارجعوا للفيديوهات القديمه هتلاقوا الكلام ده احنا مصورينه كتير. اتصل بيا وانت خارج البلاد او داخل البلاد على 0100 879 1285.